حالات لما نشوفها مع بعض هتحس ان الزمالك فعلا بدون مدرب. في الكرة دي الفريق بيحاول يبني هجمة من تحت. حسام كان عنده اوبشن ان هو يبني من على اليمين او عادي من على الشمال، لكن هيدي لمحمود جهاد اللي هينزل ويستلم منه. في اللحظه دي دونجا وبنتايج بيحاولوا ينبهوه ان الطريق من هنا مسدود، لان زي ما انتم شايفين لعيبه فاركو مقفلين الدنيا، لكن هو هيقرر يروح يسند على شحاته، وبدل ما يقف ويستنى اللعب من شحاته لا بيضم عليه علشان يضيق المساحه ما بينه وما بين شحاته، وبيسهل كده اللعب على لعيبه فاركو. كمان استلامته للكره غلط، بدل ما تبقى في استحواذه بيستلمها بالطريقه دي عشان تطول بعيد عنه ويخش عركه مش بتاعته، والفريق يخسر الكره بدل ما يبني هجمه. لما تشوف الصوره دي هتلاقي ان الفريق بيحاول يبني هجمه بس ما عندوش اي اوبشن غير ان هو برضه يبنيها من ناحيه الشمال. احمد حسام بدل ما يستلم وينقل اللعب بيمشي بالكره 10 15 متر، وبكده الفريق بيفقد المساحه. بنتايج هنا كان المفروض يسلم الكره لمحمد السيد اللي كان هيبني اللعب بسرعه، لكن استنى ووقف عليها كتير. الجيم اللي يتلعب عليك بالشكل ده السرعه فيه اهم حاجه علشان تقدر تبني اللعب كويس، وده دور المدرب اللي بيقوم بيه في التدريبات. بنتايج بقى بيلعب الكره بشكل خاطئ عشان تترد اللعب في فاركو اللي بكل سهوله يقدر يباصي، والتاني بكل سهوله عنده 2 اوبشن، يا اما يلعب للعيب ده يا اما يلعب الطول للعيب ده، لكن من حسن حظهم ان لعيب فاركو بيغلط هو كمان. حتى الاوت بنختار الصعب وبنخسرها بسرعه، والاوت ليهم في منتهى السهوله بياخدوها.